حبايب قلبي تالت سنه ومفكرين خدتوا مني الاجازه ما عادش هتشوفوني. ده حلمكم. عامل لكم سلسله تحفه اسمها جت كده قبل كده في ثانويه عامه. هنلم اهم الاسئله اللي جت في السنين السابقه اللي ان شاء الله هتكون بروفا لافكار امتحان 2026. تعالى كده يا هندسه انزل لنا باول سؤال. سنه 2024 جه السؤال الجميل اللي قدامك ده. You look scared. شكلك خايف. Not anything frightening. في حاجه مخيفه. هل انت شفت حاجه مخيفه؟ عايزك كده تعمل بوز وتفكر في الاجابه قبل ما اجاوب واقول لك جت ليه وازاي تتحل. هنا صديقي العزيز عايزك تحط لي خط تحت لوك في دماغك كده وانت قاعد. لوك بالنسبه لك زمانها مضارع بسيط، يعني اثر الفعل بالنسبه لك مضارع بسيط جري من غير ما تفكر. بما ان اثر الفعل مضارع بسيط اوتوماتيك، حلك هنا هيبقى present perfect مضارع تام. مضارع تام اللي كان بيتكون في المبني المعلوم من فاعل has have زائد التصريف الثالث، في المبني المجهول has have been زائد التصريف الثالث، وسؤالك has have زائد الفاعل زائد التصريف الثالث. فحالك يا صديقي العزيز have you seen. هل انت شفت حاجة مخيفة؟ عشان شكلك دلوقتي خايف. كده خلصت اول حلقة من سلسلة جت كده قبل كده في ثانوية عامة. اكتب لي تحت في الكومنتات هل حليت السؤال ده صح ولا غلط، ولو عندك اي اسئله حابب ان احنا نجاوبك عليها في الريلز اللي جايه وتكون مواضيع للريلز اللي جايه. مستنيك في الكومنتات. اشوفك في الحلقه الجايه. كان معاكم محمد معروف. اقفل يا هندسه.